البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ هانيين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله البنات غادي نقترح عليكم وجبه ديال الغداء، شي حاجه اللي بسيطه وسهله وكتحضر بسرعه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. هاد الاقتراحات هادو تحط طلب بزاف ديال المتتبعات، خليو لي في التعاليق بغاو اقتراحات ديال الوجبه ديال الغداء او عشاء تكون سهله وبسيطه. واليوم ان شاء الله غادي نشاركها معكم، وغادي نشارك معكم حتى الكوتي. غادي ندير واحد الحريشه كتطلع خطيره صدقوني، كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وغادي نحضر معكم ان شاء الله واحد الكريب كيجي زوين بزاف ورطب رطب، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. غادي نجربوه ان شاء الله، غادي ينال اعجابكم. يلا البنات نبداو في الطريقه وفي المقادير. وكنبغي نشكركم بزاف على التعاليق، وكنبغي نقول الناس الجداد والناس القدام مرحبا والف مرحبا. واللي اول مره كيشوف القناه ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على الزر ابوني وتخليوا لي تعليق وديروا لايك للقناه. ونتمنى ان شاء الله تشتركوا فيها باش يبقى دائما يوصلكم الجديد. يلا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. ونتمنى هاد الاقتراحات ان شاء الله ديال هاد الوجبه ديال الغداء والكوتي تنال اعجابكم. يلا معايا نبداو ان شاء الله على بركه الله. بركه الله. اول حاجه البنات عندي هنايا الصلصه ديال الطماطم، عندي مطيشه، درت تقريبا 3 ديال المطيشات محكوكين. ضفت لهم هنايا شويه ديال الخرقوم بلدي وشويه ديال التحميره، شويه البزار، السكينجبير والملح بطبيعه الحال. وعندي هنا معلقه ديال المطيشه ديال الحك اختياريه اللي بغيتو ديروها. غادي نضيف الزيت، عندي هنا تقريبا 4 المعالق ديال الزيت. وغادي ندير كلشي كيتشحر هادشي فوق المنبوطه. بالنسبه لي باط هنا سلقت عندي نص كيلو ديال لي باط هاد النوع هذا. انا سلقته بشويه ديال الماء والملحه، ما كتسلقوش حتى كيهرى بزاف، كتبقى شويه شاده في راسها. صافي انا غادي ندير هاد لاصوص هادي فوق من البوطه تشحر ونعاودو نتلاقاو. صافي البنات درت هذيك لاصوص كتشحر. غادي ندير هنايا البيشاميل. عندي هنايا شريتها جاهزه الصراحه، ما عنديش الوقت، خديتها جاهزه غادي نحلها. بسم الله البنات. عندي هنا نص لتر ديال الحليب، كتجي صراحه زوينه. صافي هنايا غادي نخوي عليها هاد البيشاميل جاهز. خديتو هنا النكهه ديال الفرماج صراحه كيجي زوين. صافي غادي نحرك مزيان، غادي نديرو فوق من البوطه حتى كيغلي. من بعد غادي نضيف ليه هنايا عندي تقريبا 2 معالق ديال الزبده ديال الاكل ماشي الزبده الاخرى. راه كيكون فيه الملحه وكيكونوا فيه حتى التوابل، لكن انا غنزيد واحد شويه ديال البزار، واحد رشه خفيفه ديال البزار، وغادي نحط فيه واحد شويه ديال الكوزه. صافي البنات غادي نحطو فوق من البوطه حتى كيعقد مزيان ونعاودو. من بعد ما وجدات عندي البيشاميل غادي ندير فيها هاد الطريف ديال الزبده اللي هما 2 معالق، وغادي نحك فيها هنا واحد شويه ديال الكوزه، غير شويه ان شاء الله. بسم الله. غادي ناخذ هنايا عندي شويه ديال البيشاميل نفرشوها هي الاولى، الكفته ولا يدير لي يعني اللي متوفر في الدار. هنا البنات غادي ناخذ لي باط، غادي ندير طبقه هكا ديال لي باط. هنا البنات عندي لاصوص ديال المطيشه من بعد ما طابت، صافي غادي نديرها هنا. غادي نزيد دابا الصلصه ديال البيشاميل من الفوق. غادي ندير دابا شويه ديال الطون، ناخذ الطون وغادي نفتو هكا بهذا الشكل. حتى في الطريقه ديال الدجاج ولا ديال الكفته كديروا نفس المراحل، كتجي صراحه زوينه للعشاء، وجبه ديال العشاء او الغداء. البنات غادي ناخذ هنايا الفرماج، كتاخذوا موتزاريلا ولا كتاخذوا اي نوع بغيتو، غادي نحكو فوق من هاد. صافي البنات غادي نعاود ندير الطبقه الاخرى ديال لي باط. صافي البنات هنا غادي نعاود نضيف الصلصه ديال البيشاميل، قيسها شويه صاحت، زدت فيها شويه ديال الحليب. صافي وكنحطوها فوق من البوطه وغادي نغطي بها كلها هاد. صافي البنات هنا عندي شويه ديال الربيع، يمكن لكم تعوضوه بالزعتر الا بغيتو ديروا الزعتر. عندي هنا الربيع كان عندي في المجمد. صافي البنات هذا هو الشكل ديالها. غادي ندخلو ان شاء الله الصينيه ديالتنا الفران او الطاوه ديالنا الفران حتى طيب ان شاء الله، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوها في طبق التقديم. بسم الله. صافي وكان هذا هو الشكل ديالها. صافي البنات هذا هو الكاطان ديالنا ديال بلي بات، كيجي صراحه زوين بزاف. راه باقا سخونه، مازال سخونه. غادي نقطعها معكم بسم الله.
شفتوا صراحه كتجي زوينه بزاف. بسم الله. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم البنات، شي حاجه اللي سهله وبسيطه وكتحضر بسرعه. بسم الله على بركه الله. غادي ندوب ان شاء الله الكريب هو الاول، وغادي ندوز ان شاء الله نخلط معكم واحد الحريشه كتجي زوينه الصراحه. انا كنوجد في الكوتي للدريات قبل ما يجيو من المدرسه. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه البنات عندي هنايا 4 ديال البيضات، غادي نضيف لهم رشه ديال الملح، وعندي هنايا 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده. اللي كيبغي ينقص الحلاوه تقدروا تنقصوا. انا غندير 4 المعالق كبار. صافي غادي نطرب مزيان هذا البيض مع السنيده. صافي البنات هنا من بعد ما دابت عندي ديك السنيده غادي نضيف هنا عندي واحد شويه ديال هنا غنضيف شويه ديال الفاني. تقدروا ديروا باكي ديال الفاني كان متوفرتش عندي. غادي نضيف غير شويه من هذا، ديروا غير تقريبا راس معلقه. كتجي المذاق ديالو صراحه زوين. صافي ما نقصوش في الاول. عندي هنا البنات عندي 2 كيسان ونص ديال الحليب لما ديروه دافي ولا ديروه بارد معليش، ما كنتش حاطاه في الثلاجه. المهم هنا غندير 2 كيسان ونص. صافي هذا هو الجهد. وغادي نخلط. طرب عندي مزيان هاد الخليط ديال الحليب والبيض. هنايا غادي ندير 2 كيسان ديال الفورس. انا ما غاديش نعبر، المهم عيني ميزانيه. غديروا 2 كيسان ديال العنبه ديال الفورس. صافي غادي نغربل. غادي نزيد دابا الكاس الثاني. صافي البنات غادي نعاود نخلط بالخلاط. صافي البنات من بعد ما تخلط عندي الخليط غادي ناخذ هنايا 2 معالق كبار ديال الزبده ذوبتهم. الزبده ديال الاكل، كديروا الزبده ديال الاكل غادي نضيفهم هنا لهذا الخليط. صافي ونعاود نخلط. صافي البنات غادي نخلي الخليط كيرتاح، غادي نخليه حتى يرتاح هنا، وغندوز نخلط معكم ان شاء الله شويه ديال الحرشه. نبداو الحريشه ديالنا. هنا عندي نص كيلو ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلوى. غادي نضيف لها هنايا تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزيت، وعندي 2 معالق كبار ديال الزبده اللي ذوبت. صافي غادي نبسس مزيان هذا الخليط. بسم الله. صافي البنات هنا بعد ما بسست مزيان هاد السميده غادي نقص واحد شويه هكا باش غادي نقرصها، باش نقرص هاد الحرشه هادي. نقدر نديرها على وحده ولا جوج. بسم الله. غنضيف دابا الملح. المهم هي راه كتكون شويه بنينه، كل واحد كيدير القياس ديالو ديال الملح. تقريبا هنايا درت معلقه صغيره ديال الملحه. غادي ندير واحد الرشه خفيفه ديال السكر فاني، هذه اختياريه، كاين اللي ما كيبغيش ما ديروهش. صافي هنا البنات غادي نضيف نص خماره ديال الحلوى، وعندي هنايا واحد شويه ديال الخميره ديال العجينه تقريبا قد الحبه ديال الزيتون. عندي هنايا داك الكاس ديال الحليب اللي بقى عندي اللي حيدت من الكريب اللي شاط ليا، غادي نضيفوه هنا. صافي وغادي نكمل بالماء دافي. بسم الله. نسيت السكر كنقول اش نسيت السكر. غادي ندير معلقه ديال السكر سنيده، ها هي معلقه كبيره. والحلاوه كتبقى على حسب الذوق. نزيد شويه مع البنيات كيبغيو الحرشه شويه حلوه. كاين اللي ما كيديرش فيها السكر كيخليها هكاك غير بالملحه، المذاق ديال الملح. صافي على هذا الشكل. دابا غادي نخلطها غير هكا بصباعي بالماء دافي. الحليب البنات بلا ما تسخنوا، راك شفتوني درتو غير من البواطه ديالته، ما سخنتو ما حتى حاجه هكا. صافي غادي نرونها غير هكا بصباعي هكا على هذا الشكل. صافي غادي نخليها نغطيها ونخليها حتى ترتاح، ما كنعجنوها ما حتى شي حاجه. صافي نخليها حتى ترتاح وندوزو نشوفوا الكريب الا لقيتو ارتاح مزيان نبدا نطيبو ان شاء الله. صافي دابا داز 10 دقائق غادي نشوفوا الكريب ديالنا نتوما. صافي ارتاح مزيان، القوام ديالو تبارك الله زوين. هنا بديت كنطيب لي كريب ديالي، ها نتوما شوفوا معايا. هذه هي الاولى درتها في المقله غادي نوريها لكم. صافي غادي نقلبها الجهه الاخرى، ناقص عليها فيها النيله باش ما يتحرقش. وهذا هو الخليط، ها نتوما كيكون مرخوف شويه شفتوا. صافي ها نتوما معايا انا قلبتها للجهه الاخرى كيجي تبارك الله زوين ورطب وخفيف بزاف. صافي كتبقاو تحركوها الدوره هكا
غير البنات العافيه تكون مهيله باش ما يتخطفش يتحرك، راه حيت فيه السكر. صافي مازال غنخليها طيب شويه. صافي نحيدها ونعاود نكمل وندوز نصايب معكم ان شاء الله ديك الحريشه. تشربت عندي السميده، نوريكم الطريقه باش كنصايبها ان شاء الله. صافي حطيت البراد دابا غنعمر اتاي. كما غادي نسبق حريشه هي الاول نديرها الطيب. تاخذوا المقله على هذا الشكل، المقله النوع اللي عندكم. ها نتوما شوفوا الحريشه هاد الشربات، شفتوا كيفاش كتولي. صافي غادي نجمعها وغادي نمشي نقلب هذيك الكريب باش ما يتحرقش ونرجع معكم. صافي على هذا الشكل غادي نجمعها مزيان. كتجمعوها هكا بهذا الشكل، شكل دائري. صافي غادي نهزها وناخذ هذاك الخليط اللي كنت خليت ديال السميده اللي فيها الزبده، مبسه بالزبده والزيت، وكنرشها هكا هي الاولى في المقله باش ما تلصقش هي الحرشه ديالي. وغادي نجمع هاد الحرشه، صافي كنجمعها هكا بيدينا. غادي نزيد مازال شويه. صافي غادي نحط هاد الحرشه هكا على هاد الشكل. غادي ندير فوق منها هاد الخليط بهاد الطريقه. هذه هي الطريقه باش كنخدمها انا. كندور عليها السميده من الجناب وكل شيء، كتجيني ساهله. بغيتو ترقوها بغيتو تخليوها غليظه وكتجينا زوينه. صافي غادي نقادها من الجناب بحال هكا، كنقادوها بمعلقه من الجناب مزيان. هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها دائما، حتى كنديرها في المقله ونقادها عاد كنحطها فوق البوطه طيب. كتجي صراحه زوينه بزاف وسهله للمبتدئات، يعني هاد الطريقه راه سهله بزاف. صافي البنات هانتوما الحرشه ها هي كطيب، راه ناقص عليها عافيه مهيله، ما تجهدوش عليها البوطه باش ما تخطفش وتجي طيبه مزيان. صافي ملي غنبغي نقلبها ان شاء الله كنقلبها في شي طبسيل وعاد كنقلبها على الوجه الاخر، كتجي صراحه زوينه. دابا غندوز نعمر واحد البريريط ديال الاتاي، وهنا الكريب ديالي ها هو باقي كيطيب، يجي صراحه زوين بزاف بزاف. هانتوما الحرشه رانا قلبتها على الجهه الاخرى. هانتوما باش قلبتها بهذيك الطاوه اللي كنديروا فيها الطورطه، لاصق فيها شويه نعناع، هذه هي اللي قلبت بها الحرشه. صافي ولا كتقلبوها بهذيك اللي كترميو بها الخبز في الفران. غادي نخليها مازال تزيد تحمر شويه، كنبغيها شويه محمره. صافي نحمرها مازال شويه. والبريريط ديال الاتاي ها هو وجدته. صافي ونتلاقى معكم ان شاء الله. الكريب راه باقي كيطيب، مازال عندي شي شويه كنطيب. هنا من بعد ما كملت الكريب هانتوما كيفاش كيجي صراحه زوين، كيجي خفيف وزوين صراحه رائع. الا لقيتوه البنات هذاك الخليط نشف لكم شويه كتضيفوا ليه شويه الحليب. الا لقيتوه ثقال شويه يعني كتقال شويه كتضيفوا ليه حليب. دابا غادي نزينو ان شاء الله بالشوكولاط، حيت البنات ما كيبغيوش ليا الفواكه او الديسير، ما كيبغيوش. غادي ندير غير الشوكولاط عادي ذوبته هنا مع واحد شويه ديال الكريمه بهذا الشكل. صافي غادي نحك شويه الحامض، كيعجبني الصراحه الحامض كيجي زوين، كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. وتقدروا تزمروه باش ما بغيتو اي نوع من انواع الفواكه. انا كنسقيه شويه كنشربو بواحد لاصوص ديال غير الماء والسكر والفاني وقشيره ديال الحامض، ولكن دابا جا الطب تبارك الله ما يحتاجش. انا غادي ناخذ البخاليني ديال اللوز، ندير غير شويه لداخل على هذا الشكل. صافي وغادي نطويه ان شاء الله هكا. والتزيره كيبقى على حسب المتوفر في الدار. هاد الصلصه ديال الشكلاط انا درت هنايا ياغورت طبيعي وشويه ديال الشكلاط، كيجي صراحه زوين. وحتى الحامض كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الشكلاط واللوز، غير قشيره خفافه هكا. صافي وغادي نطويها هكا بهذا الشكل. صافي البنات هنا غندير عليه شويه ديال الصلصه ديال الشكلاط ولا ديال الكراميل اللي عندكم اللي متوفر في الدار تقدروا ديروه. صافي هنا البنات غندير شويه ديال اللوز، ولا كديروا اللوز ايفيلي اللي متوفر عندكم على هذا الشكل. كيجي صراحه زوين بزاف ورائع. بسم الله. وهذه هي الحرشه ديالنا كتجينا على هذا الشكل، كتجي زوينه ومحمره. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. غادي نقطعها، راه تسنيت عليها حتى بردات مزيان. غادي نقطعها دابا بسم الله باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي.
بسم الله. نتوما كيفاش كتجي من الداخل، كتجي صراحه زوينه. شفتوا معايا طيبه زوينه صراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوها البنات وتنال اعجابكم. صافي كان هذا هو الاقتراح ديالنا ديال الوجبه ديال الكوتي، والوجبه اللي شاركت معكم الغدا بطريقه سهله وبسيطه. والكوتي ديالنا كان هو هذا لي كريب، والحرشه كتجي رائعه بزاف وكتجي زوينه وهشيشه بزاف. شفتوا معايا كتجي محمره. تبعوا البنات المقادير والطريقه ان شاء الله غادي تنجح لكم وغادي تعجبكم هذه الطريقه بزاف. نتمنى ان شاء الله الاقتراحات ديال اليوم ينالوا اعجابكم. بسلام عليكم، بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.